اوعى تكون مفكر حالك ضحية، انت مجرم بس مو حاسس. معقول؟ طيب خليك معي واسمع هالحكاية يلي ما رح تتوقع نهايتها. كان في بنت حلوة وطيوبة عايشة مع أبوها ومرته يلي جايبة معها بنتين، وكل وحدة فيهم معها دكتوراه بالحقد والغيرة. بس فجأة مات أبوها ولقت حالها خدامة بالبيت يلي المفروض تكون فيه أميرة. أكيد عرفتوا عن مين عم أحكي، بس لحظة، أنا ما عم أحكي عن سندريلا يلي بتعرفوها، لأن سندريلا بقصتنا قررت إنها ما تكون ضحية وإنما بطلة. وبيوم من الأيام طلع خبر إنه الملك بده يعمل حفلة ليختار عروس لابنه. زوجة الأب قالت لسندريلا لا تحلمي تروحي معنا على الحفلة لأنك خدامة والحفلة ما بتلبقلك. بس سندريلا قررت تثبت لنفسها إنها مو أقل من غيرها، وبدل ما تبكي بلشت تخطط وتشكلس وضعها، وجمعت شراشف قديمة وقصقصت بقايا فساتين وخيطت فستان بإيدها. حطت ميك اب بنفسها واستعارت حذاء زوجة أبوها من دون إذنها طبعاً، وراحت على الحفلة. وهنيك الكل انبهر بجمالها والأمير حبها وطلب يرقص معها. وقبل ما تخلص الحفلة بشوي حبت تعمل شوية دراما، فهربت من الأمير وهو ركض وراها، ورمت بالطريق فردة حذائها يلي كانت كاتبة جواته رقم موبايلها. وتاني يوم الأمير اتصل وإجا على بيتها وشاف وضعها وحبها أكتر لأنها كانت طبيعية بلا ميك أب ولا فلاتر، وطلب إيدها للزواج وتصوروا سيلفي بعنوان من خدامة لأميرة، مو بالسحر الجنية بل بإرادة الإنسان. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسؤال يلي بيطرح نفسه، سندريلا كان عندها كل الأسباب لتعيش دور الضحية، بس قررت إنها تكون ناجية. وبالمقابل في كتير ناس حوالينا عايشين بأفضل الظروف وعندهم كل شيء، أهل، دعم، علاقات، مادة، ومع ذلك مصرين يمثلوا دور الضحية. ليش؟ لأنه دور الضحية مريح، بيعفي من المسؤولية وبيجيب تعاطف الناس وبيبرر فشلهم. والمصيبة صرنا بعصر كتير ناس عم تلبس دور الضحية وآخدين الموضوع ترند. وانتو يا مشكلسين أكيد مرق عليكم حدا بيمثل إنه هو مظلوم بس هو عايش أحسن من الكل. كيف تعاملتوا مع هيك شخص؟ وشو رأيكم بهالعقلية؟ شاركوني آراءكم بالتعليقات واستنوني بحلقة جديدة من برنامج شكلسة، لأنه الشكلسة مو بس قصة وإنما صفعة وعي، والتغيير الكبير دائما بيبدأ بشكلسة صغيرة.